السلام عليكم. القضية ديال اليوم وقعت الأحداث ديالها في فرنسا سنة 2005 وبالضبط نهار 5 أكتوبر. في داك الصباح مع 10 غادي يجي رشيد المنصوري اللي في العمر ديالو 26 سنة باش يشوف ولدو سفير اللي عنده 3 سنين وساكن مع الطليقة ديالو اللي سميتها مارجولين، وغادي يبقى يصوني عليهم. ولكن قبل لاحظ حاجه غريبه، بلي ان الريدوات باقيين دايزين والسرجم باقي مسدود، وهذا الشيء اللي تر الاستغراب ديالو. غادي يبقى يصوني على امل ان مارجولين غادي تجاوبوا في لانتيخفون، ولكن ما جاوب حتى شي واحد. غادي يضطر انه يصوني على الجار ديال مارجولين باش يحليه الباب التحتاني ديال الموبل ويطلع. داكشي اللي وقع، غادي يحل عليه داك الجار وغادي يطلع الشقه ديال الطليقه ديالو، وغادي يحاول انه يحل الباب لان عنده الدوبل ديال السوارت، ولكن ما تحلش ليه. قال ربما غادي تكون ناعسه ولا غادي تكون مشات عند الام ديالها، وقال فراسو تا الغد ليه ونرجع تاني عنده. الغد ليه قبل ما يمشي عند مارجولين غادي يدوز للمدرسه او الروض فاش كيقرا الوليد ديالهم باش يسول واش جابتو الام ديالو، وغادي ياكدوا ليه بانه ما جاش من اول البارح. هادشي اللي استغرب ليه بزاف رشيد وصدمو بطبيعه الحال. غادي يمشي يجري باش انه يسول في اقرب مستشفى اللي كاين في ديك المدينه، ربما تكون وقعت ليهم شي حادثه سير لا قدر الله، ولكن تما ما غيلقى والو. هنا غادي يرجع تاني للموبل فاش ساكنه مارجولين والابن ديالو، وغادي يحاول انه يدق ويصوني عليهم باش تحليه، ولكن ما كيجاوبو حتى شي واحد. هنا غادي يضطر انه يمشي لذاك الجار اللي حليه البارح الباب ديال الموبل ويطلبوا انه يخليه ينقز من البالكون ديالو للبالكون ديال مارجولين. غادي يدخل وغادي يحاول انه ينقز، وداكشي اللي وقع غيدخل غيقلب. اول حاجه دارها هي انه شاف الماريوله تكون مشات جمعت حوايجها وسافرات ولا شي حاجه، ولكن لقى كلشي بلاصتو، الباليزات الحوايج ديالها والحوايج ديال ولدهم سفير. وهو كيقلب غادي يرد البال بان ولدو سفير اللي كان ناعس فوق الناموسيه. غادي يجري لعنده وغيهز عليه الغطاء ومخده على وجهه، وغادي يتصدم باقبح منظر اللي ربما ما عمره ينساه في حياته، اللي هو الوجه ديال ولدو كان زرق تماما بسبب الخنق، لان كان السلك ديال اللمبه ملوي عليه ومربوط. غادي يتم يجري للصالون وغادي يلقى الطليقه ديالو مارجولين حتى هي ميته مخنوقه في وسط الصالون. من هول الصدمه رشيد غادي يخلي الباب، غيخلي كل شيء وغيتم كيجري في الشارع بحال شي هبيل، وغيبدا يغوت ولدي سفير مات. غيمشي نيشان عند الام ديالو وغيقول ليها داكشي اللي واقع. وفي ديك اللحظه الجار ديال مارجولين هو اللي عيط على البوليس وغادي يجيو بالزربه. غيلقاو الدار، اول حاجه لاحظوها ان مارجولين كانت اصلا فاش ميته كانت ديجا تضربات مورا الرقبه ديالها، وديك الضربه تقدر تكون ناتجه عن اداه حاده او انها طاحت بقوه على داك الفوطوي اللي كان حداها. غادي يلقاو بلي الطفايف اللي كانت فوق الطاوله عامره بالبوينتات ديال الكارو واللي كان العدد ديالهم كتير. غادي يحاولوا يهزوا اي حاجه عندها علاقه بهذه الجريمه، سواء بالادين سواء بالبصمات. من بعد ما خداو داكشي اللي بغاو من الصالون اللي كانت فيه مارجولين، وغادي يمشيو للغرفه اللي كانت فيه جثه ديال سفير. تما غيلقاو واحد جوان او البقايا ديال الجوان اللي تكمى حداه، كان مليح تحت الناموسيه، والجثه ديالو كما هي يعني مربوط او مخنوق بالسلك ديال اللامبه. غادي يجمعوا جميع الادله وغادي يبداو التحقيق. واول واحد غادي يشكو فيه هو بطبيعه الحال الطليق ديال مارجولين اللي هو رشيد المنصوري، اللي غادي يجيبوه باش انه يستمعوا ليه. غادي يسولوا على فين كان وامتى اخر مره شاف فيها مارجولين وسفير. غادي يقول لهم باللي في ديك العشيه مع ديك السبعه جاب الابن ديالو لعند مارجولين وتوادع معاه ومشى على اساس الغد اللي غادي يرجع عندهم. من تما مشى حيت كان الحال رمضان، مشى مفطر مع عائلته وخرج على برا عند صحابه. غادي يبقى على برا حتى الوحده ديال الليل وغادي يدخل بحالته للدار.
الشرطه من طبيعه الحال غادي تسول الاقارب والاصدقاء وكاع الناس اللي قال لهم انه كان معهم، وغيأكدوا لهم بلي انه بصح كان معهم ما مشى حتى شي بلاصه. والسبب اللي خلى الشرطه ان تسول على هذا التوقيت الزمني بالضبط هي ان الطبيب الشرعي حدد زمن الوفاه ديال الضحيتين ما بين 1 و2 ديال الليل ديال الصباح، يعني نهار 6 أكتوبر. غادي يسولوا يديروا تحقيق مع الجيران ديال مغجولين. وحده من الجارات اللي كانت الباب ديالها مقابل مع الشقه ديال مغجولين غتقول لهم بصح مع ديك 2 ديال الليل فيقاتني بنتي ما كانش فيها النعاس وبقيت جالسه، ولكن سمعت بزاف ديال الصداع كان جاي من الشقه ديال مغجولين، وكان الضوء اللي كان تيبان ليا من تحت الباب ديال الشقه ديالها كيطفى وكيشعل بطريقه اللي هي غريبه جدا. الشرطه غادي تطلق الصريح ديال رشيد المنصوري لان ما عنده حتى شي دليل، واصلا كان مصدوم بزاف من داكشي اللي شاف في داك الصباح. هنا الشرطه غادي ترجع المغجولين او الحياه الشخصيه ديال مغجولين اللي كانت عايشه فقط على النفقه ديال الدوله، ما كانتش كتخدم وعايشه في ديك الشقه يعني متواضعه جدا، ولكن كانت انسانه اللي كتهلا في ولدها بالشعر ديال العائله وحتى العائله ديال الطليقه ديالها ومن الجيران، لان ديما كانت كتخرج وليد ديالها وكتهلا فيه. وكانت اضافه كانت عندها واحد الهوايه، وهي انها كانت كتجمع واحد النوع ديال السيوف ديال المبارزه، داك السيوف اليابانيه، وكانت جمع واحد الكوليكسيون حطاه كديكور في الصالون. وهادشي اللي لاحظت الشرطه انه مختفي من الدار ديال مغجولين، اضافه الى التليفون ديالها حتى هو ما كاينش، زيد عليها واحد ليكتور دي في دي ديك الساعه كان موضه، كان شي حاجه غاليه حتى هو ما كانش. وغادي يلقاو بلي انها عندها علاقه او يعني تصاحبات مع واحد الشخص اللي سميتو محمد شعيب، اللي باقي يعني صغر منها، عنده 17 سنه، وبحالو بحال الطليق ديالها حتى هو عنده ماضي اجرامي. فالطليق ديالها اللي ما شرناش لهاد القضيه هذه ان الطليق ديال مغجولين كان عنده سوابق عدليه، كان شي نهار شي واحد كيتسالو الفلوس غادي يشدو غادي يخطفو يسد عليه في الدار تقريبا شي 10 ايام، هو رافضو على الكرسي وكيعذب فيه لانه ما بغاش يرجع ليه فلوسه، وبسبب داك الشيء غادي تشد مده ديال 9 شهور في الحبس الانفرادي. هادشي هذا اللي غيخلي الشرطه دائما يبقاو عندها شكوك حول الطليق ديال مغجولين، اضافه انهم غادي يعتقلوا هاد محمد شعيب اللي هو تا هو عنده ماضي كما قلنا اجرامي، وكان تيسرق تحت التهديد بالسلاح، وماشي اي سلاح وانما كان عنده الفردي، شحال من مره كان كيتشد. غادي يمشيو اول حاجه غادي يسولوا الام ديالو اللي هي اللي لقاوها في الدار، غادي تقول لهم باللي دخل حيت كان الحال رمضان، فطرنا جميع وصافي، خرج مشى عند صحابو ورجع مع تقريبا 2 ديال الليل. غادي يلاحظ واحد من الشرطيين ان الاب ديال محمد شعيب كان هاز معاه تليفون او هاز في يده واحد التليفون اللي هو طبق الاصل على التليفون اللي مشى للضحيه مغجولين. غادي يسولوا من جهه التليفون، يقول لهم ولدي اللي جابوا ليا، والام ديالو غادي تقول لهم بلي بصح انا بداك النهار عطيتو الفلوس حيت ما كانش عندي تليفون، وطلبته انا يجيب لي شي تليفون اللي القيمه ديالو تقريبا 500 درهم. وغادي يديروا حمله تفتيشي على الدار، غادي يلقاو دوك السيوف ديال مغجولين، غادي يلقاو ليكتور دي في دي، وغادي يلقاو الشارجور كان مخبي في واحد البواطه ديال الدوزان كان مخبي تمايا، وكان حتى هو طبق الاصل الهاتف ديال مغجولين. هاد الاسباب اللي غيخليهم يمشيو بالزر ويقلبوا على محمد شعيب في داك الحومه كامله ومع 2 ديال الليل، غادي يلقاو عليه القبض وهو كان مع شي صحابو واقفين. هنا غادي يديو المغفر الشرطه باش انه يبداو معاه التحقيق، لان جميع الادله كتورطوا بشكل مباشر في هذه القضيه هذه. فاش غادي يبداو مع البوليس التحقيق غادي ينكر بشكل كلي انه عنده علاقه بهذه الجريمه هذه. قال لهم بلي دوك السيوف مغجولين اللي كانت محتاجه الفلوس وشريتهم من عندها هما، والتليفون والليكتور دي في دي. وغادي يجيو معاه التوقيت اللي دخل به في داك النهار للدار ديالهم، غادي يقول لهم بلي راني دخلت مع ديك 7 وفطرت
ومن تما ما خرجتش. ولكن نساب لي الشرطه استجوبات الام ديالو قبل وقالت لهم بلي ما دخلش حتى للجوج ديال الليل. وفاش غادي يواجهوا بهاد الهضره هادي غادي يقول لهم بلي ما عقلتش ما عرفتش، وبدا كينكر اي صله عنده بهاد الجريمه هادي. وفاش غادي يسولوا على العلاقه ديالو مع مارجولين من غير داكشي اللي لقاو عنده في الدار، داكشي اللي متعلق بها، غادي يقول لهم بلي علاقتنا كانت عابره وبلي انني تفرقت معها قبل بسبب انني خايف من ردة فعل رشيد، خفت ان يدير فيا شي حاجه الا عرفنا اننا بجوجنا مصاحبين. فاش غادي يخرج التقرير ديال الطبيب الشرعي غادي يقول باللي ان مارجولين ما تقتلاتش بسبب ان الضربه اللي عندها في راسها، وانما من بعد ما طاحت على راسها على داك الفوتوي الجاني شد واحد الكوفر اللي كان حداها وخشى عليها فمها وبقى زامت ليها فمها ونيفات تتخنقات وماتت. بالنسبه للادين اللي كان في الدار لقاو الادين ديال شعيب محمد، لقاو ديال رشيد المنصوري، ولقاو ايضا ديال واحد الشخص اللي مجهول اللي ما تعرفوش عليه. غيواجهوا شعيب محمد او محمد شعيب على هاد المساله ديال الادين. قال لهم راه عادي جدا انني كنت على علاقه مع مارجولين، غادي تلقاو الادين ديالي في الدار. الحاجه اللي ما قدرش محمد انه يجاوب عليها هو علاش الادين ديالو تلقى في الغرفه او في البيت ديال سفير وما تلقاش في اي بلاصه، وانما تلقى في داك الجوان اللي كانت كما تلاحظ الناموسيه ديال سفير. غادي يقولوا ليه علاش زعما البوين او داك الجوان اللي كميتي نتايا تلاح تمايا. غيقول لهم عادي نقدر نكون دخلت مع مارجولين وكذا، ولكن نساب اللي السفير اصلا هو ازماتيك، يعني عنده الضيقه وما يمكنش الام ديالو تخلي شخص او اي شخص واخا يكون الاب ديالو انه يكمي حداه. وهذا التناقض هو اللي خلى محمد شعيب يكون المتهم الرئيسي في هذه القضيه هذه. ولكن محمد بقى مصر على الانكار وبلي ما عنده حتى شي علاقه بهذه الجريمه اللي وقعت. من بعد 3 شهور على الجريمه اخيرا محمد شعيب غيتفكر شي حاجه اللي حاول او ربما قال انها غتعاون باش يطلق السراح ديالو. هو ان قال لهم بصح تفكرت باللي ما دخلتش للدار بكري وباللي بقيت على برا، كنت كنكمي شي جوانات مع واحد صديقه ديالو. وهنا غيستجوبها الشرطه وغادي يقولوا ليها واش بصح كان معاك محمد شعيب في هذه الفتره. غتقول لهم مع ديك الجوج كان معايا وكنا واقفين تنكميو وكندوز وقت عادي. ولكن هذا الشيء ما غاديش يكفي انهم يطلقوا الصراحه ديالو، لان كما قلنا هو غرق فيها حتى الودنين. وفي نفس الوقت الشرطه غتبقى عينيها على طليق ديال مارجولين، بالاخص انه كان كيعنفها وفايت ليها انها قدمت واحد الشكايه ضده لانه كيعنفها وباللي كيهددها انه غادي يصفيها ليها هي وولدهم. اضافه الى ذلك ان مارجولين قبل ما تموت ب15 يوم عيطت على واحد المحامي كتستشرو وقالت ليه باللي انا مهدده من طرف شخص وباللي راه كيهددني، ولكن ما عطاتوش الاسم نهائيا، فقط قالت لي انا راه مهدده ومحتاجه للحمايه ديال الشرطه. هادشي كامل كانش كافي باش تعتقل رشيد المنصوري، كيبقى محمد شعيب هو المتهم الرئيسي في هاد الجريمه. من بعد 11 شهر على وقوع الجريمه هذه غادي تجي واحد السيده لمخفر الشرطه وغادي تقول لهم بلي واحد الصديق ديالي من اصول افريقيه قال لي بلي شاف واحد الشخص هو اللي سرق دوك السيوف ديال مارجولين والليكتور دي فيديو والتليفون من الشقه ديالها. فاش غادي يجيبوا هذا الشخص هذا غادي ينكر تماما، يقول لهم انا ما شفتش ما سمعتش وما عندي حتى شي درايه بهذا الموضوع، ما عرفتش اصلا هذه القصه لاش تقالت. غادي يمشيو بطبيعه الحال غيسولوا على جدول الاعمال والجدول اليومي ديالو، غنلقاو باللي عادي جدا ما فيه حتى شي شكوك. غادي يقول سير بحالك وغتبقى القضيه هكا، غيبقى محمد شعيب معتقل والشكوك على الطليق ديالها، ولكن ما عندهم حتى شي دليل عليه. اضافه انه قالوا من المستحيل ان رشيد المنصوري يقدر يقتل الابن ديالو بديك الطريقه.
بقات الشرطة كتبحث وكتحقق لمدة عامين، وفي سنة 2008 غادي يتقدم محمد شعيب للمحاكمة، وبسبب جميع الأدلة اللي كانت ضده فغادي يتحكم عليه ب30 سنة حبسا نافذة. وفي سنة 2011 غادي تحاول العائلة ديالو تستأنف وما توفقوش، وعاوتاني عاودوا في 2012 وغادي تستأنف الحكم بسبب ان كاين بزاف ديال الفراغات في هذه القضيه هذه. اول حاجه الادين ديال الشخص الثالث ما تعرفش، زيد عليها ان اصلا الطليق ديالها عليه بزاف ديال الشكاوى من طرف مغجولين، اضافه الى انه عنده ماضي اجرامي، اضافه ان الهاتف ديال المغجولين ما دارش عليه الخبره. الروايه ديال الشرطه كما تخيلوا رغم ان محمد شعيب ليومنا هذا مازال كينكر اي علاقه عنده بالمقتل ديال مغجولين وسفير. كيقولوا باللي انطلاقا انه مع العلاقه جاء عندها نهار 4 اكتوبر 2005 جلسوا كيهضروا، نط مشات للكوزينه تجيب شي حاجه، بان ليه التليفون محطوط على الطابله، شدو وخشاه في جيبو، مشى بحالاته. من هنا غترد مغجولين البال باللي تليفونها ما كاينش، وغتعيط عليه وغادي يجي عندها للدار تاني وغتسولو وغادي تناقش معاه وغادي يتطور النقاش لصراع. غتقولي علاش سرقتي لي تليفوني؟ هنا بسبب الغضب ديال محمد شعيب غادي يدفعها وغادي يجي راسها على الفوتوي، الحافه ديال الفوتوي، وغادي تسخف. وبسبب انه مخلوع ما باغيش يرجع للحبس غادي يشد داك الكوفرلي وغادي يخنقها، ومن بعد غادي يمشي بالسربه لبيت سفير، تما غادي يجلس يكمل داك الجوان، وشويه غير البال باللي سفير يقدر يتعرف عليه ويقدر انه يغرقه. داكشي علاش غادي يشد داك الكابل وغادي يخنقو حتى مات. وغادي تستند الشرطه ايضا ان الربطه ديال الكابل اللي كان في العنق ديال سفير هو ملفوف بطريقه اللي ماشي عاديه، يعني ديال شي شخص اللي عنده خبره في الخيول او انه كيدير سباق الخيول. وهذه القضيه نسيت ما شرتش ليها في البدايه، انه كان دار واحد ستاج في شي بلاصه كيكونوا فيها الخيول، وديك الربطه يعني كتكون جابوا خبير قال لهم بصح هذا الطريقه باش تربط السلك العنق ديال الدري هي بالطريقه نفسها باش كيربطوا الخيول في المزارع ديالهم. ولكن المحامي ديال محمد شعيب غادي يطعن في هذه القضيه، لان من بعد يعني فاش داروا استئناف 2012 غادي ينفي تماما تكون هذه ربطه زعما لشي حاجه مميزه لا اي واحد يقدر يديرها. اضافه كما قلنا انه كاين بزاف ديال الثغرات في هذا الملف، منهم الشخص الثالث الادين ديالو، اضافه الى الخبره ديال الهاتف. بالرغم من هاد الثغرات اللي كانوا والسعي الحثيث والانكار التام ديال محمد شعيب انه عنده علاقه مع هذه الجريمه هذه، وكان قالها لرشيد المنصوري في المحكمه، قال لي راك عارف انا ما قاتلش لك عائلتك وما قاتلش لك ولدك. واخا هكاك غادي تعاود يتحكم على محمد شعيب 30 سنه حبسا نافذه، يعني دخل على 17 سنه، ربما غادي يخرج في 45 سنه او 50 سنه. هادشي الا ما وقعت شي معجزه او دار شي استئناف، ما عرفتش واش هو بصح هو الجاني واش شي واحد اخر. واللي ما ذكرتوش مازال هو انه انسان عاطل وما عندوش الامكانيات الماديه انه يشري عند مارجولين ليكتور دي فيديو اللي قلنا ديك الساعه كان شي حاجه وكان غالي، اضافه لديك الكوليكسيون ديال السيوف. يعني كل اي حاجه كانت ضد محمد شعيب في هذه القضيه هذه. من بعد ما تحكم عليه ب 30 سنه في 2012، الام ديالو خرجت من المحكمه بحاله هستيريه كتسب يعني القضاء وكتقول لهم باللي حكم جائر ولنا الابن ديالها بريء وما دار حتى شي حاجه. رد فعل عادي ديال الام اللي ما تبغيش ولده يكون في ديك البلاصه. وهنا كتسالي القضيه ديالنا. بسلام عليكم حتى المره اخرى ان شاء الله.